السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبتدي في وصفتنا الجديدة نعطر لساننا بذكر النبي عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة وصفتنا هنعمل كريب ببانيه وبطاطس محمرة. ادي اول الوصفة. مش هنتبلها ببصل ولا باي حاجة، احنا هنتبلها بالدقيق. هنحط معلقتين دقيق اهو، معلقتين دقيق وحبة كزبرة، حبة فلفل اسود، بصل بودرة، توم بودرة، كمون، حبة كاري، حبة كركم، وحبة 7 بهارات، وحبة ملح، وهنيجي نحط ايه؟ حبة مية. ادي اهي قلبنا كده الدقيق بالتوابل. هنحط حبة مية اهو لغاية ما تبقى العجينة بتاعتنا كده سهلة، تبقى خفيفة كده خالص، وطريقة سهلة وحلوة ومش وحشة. ادي عملنا الخلطة بتاعتنا اهي، ولا تقيلة او ولا خفيفة قوي اهي. هنيجي بقى نعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نفضي فيها بقى البانيه بتاعنا. انا جايبة نص كيلو بانيه اهو، وهنعملها كده اهو، وهنسيبها ايه شوية كده في الخلطة بتاعتنا تتبل كده. وكل ما تقعد في التتبيلة بتاعتها تبقى طعمها حلوة مش وحشة، ولا حطينا بيض ولا اي حاجة. هنخليها بقى كده تتبل شوية، هنخليها في التتبيل. حبايبي ادي العيش اهو، عملناه كده اهو الكريب بتاعنا ماشي كده. احنا سخناه البانيه فيه. ادي جبنا البانيه اهو، ادي البانيه اهو، وادي البطاطس بعد ما حمرناها، ورشه توابل بطاطس اهي، وادي الكاتشب. وما تنسوش اللايك والاشتراك. اهو يا حبايبي هنلفه بقى كده اهو، اهو يا حبايبي، ويتمسك كده ويتاكل بالهنا والشفا. اتفضلوا معانا، ما تنسوش اللايك والاشتراك. ادي بعد ما خلصنا الكريب بتاعنا، وما تنسوش اللايك والاشتراك. مع السلامة.